النهاردة مش جاي أحكي لك قصة، أنا جاي أحكي لك عن تجربة موت حقيقية عشتها في أوضتي. كلنا نعرف الجاثوم أو شلل النوم، لكن لما تعيش التجربة دي وتشوف شخص أسود واقف فوقك بيخنقك وجسمك كله مشلول ومش قادر تصرخ، هنا بتعرف إن الرعب الحقيقي ملوش علاقة بالأفلام. مين اللي يحضر نفسك عشان دي حكاية مش هتنساها. صلوا على النبي يا إخواتي قبل أي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو لسه ما اشتركتش في القناة متنساش دلوقتي حالا تشترك وتفعل الجرس وتعمل اللايك القوي. ويلا بينا. قصتي مع الجاثوم. أنا وأمي عايشين في بيت واحد مفيش غيرها معايا. كنت قاعد بتفرج على فيلم رعب من اللي بيوقفوا القلب فعلا. بعد ما الفيلم خلص قعدت شوية بالليل مع أمي وبعدين دخلت عشان أنام. عادة أنا بمجرد ما أحط راسي على المخدة بنام على طول، بس الليلة دي حسيت إن في حاجة غلط. كل ما أحاول أنام أحس إني مش مرتاح، في إحساس غريب بعدم أمان حواليا. قلت لنفسي يا عم قوم اغسل وشك واشرب أي حاجة كده وتعالى ننام تاني. وأنا قايمة من على السرير حسيت بجسمي تقل بشكل مش طبيعي، كأن في حد بيدوس عليا. الصراحة أنا خفت فقلت طب أنا هنام واللي يحصل يحصل. نمت وحطيت البطانية على وشي من كتر الخوف. وأنا نايم حسيت فيه خربشة في الأوضة، مع العلم أنا أصلا ما عنديش قطة. مرة واحدة نفسي تقل وجسمي تقل مرة تانية، والصوت الغريب اللي كان في الأوضة اتحول لخربشة أقرب مني. حاولت أفتح عيني عشان أشوف في إيه، بس مفيش حاجة باينة. النور كان مقفول والدنيا كلها سودة. قلت لنفسي دي شكلها هلوسة من فيلم الرعب. قلت تعالى نشرب مية ونرجع. لسه برفع البطانية لقيت مصيبة. لقيت شخص واقف أسود في أسود ومش باين منه غير عينيه. هنا الخوف شلني فعلا. حاولت أحرك إيدي عشان أقوم بس مش عايزة تتحرك. الشخص ده رفع إيده وبدأ يجي عليا ويقرب مني، وبعدين بدأ يخنقني. أنا عمال أحاول أتحرك بس مش عارف، عمال أصرخ